السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، ينعاد عليكم بالخير يا رب. النهاردة هنعمل سحور أول يوم رمضان. عملت معاكم الفول المدمس، عملت معاكم القرص الطرية، هنعمل بطاطس بالزبدة والبيض، عملت معاكم مربى الفراولة، عملت معاكم الزبادي وده أساسي في السحور، وهسيب لكم الطريقة بتاعتهم في آخر الفيديو. شجعوني بأحلى لايك ويلا نسمي بسم الله. معايا طاسة على النار، هضيف مكعبين من الزبدة، ممكن استخدم زيت اي حاجة موجودة عندي، زيت او زبدة هيبقى طعمها تحفة. هكون غاسلة البطاطس وسلقاها مقطعاها مكعبات بالشكل ده. هشوحها بقى تشويحة حلوة كده مع الزبدة، عايزاكم تجربوها، طعمها بيبقى تحفة، هتعجبكم قوي، وكل يوم هتعتمدوها في سحور رمضان، وممكن تعملوها كمان في الفطار. هضيف عليها رشة من الكمون، رشة من الشطة، ودي اختياري طبعا، لو مش حابين الشطة بلاش. معلقة صغيرة من الملح، رشة من الكزبرة الناشفة، رشة فلفل اسود، واشوح بقى كده مع بعض. طبعا التوابل دي بتديها ريحة وطعم حلو قوي، بتفتح النفس. بعد ما اشوحها هنزل عليها ببيضتين. البيض طبعا بيعلي القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت بيدي طعم حلو قوي للبطاطس. وطبعا طبق البطاطس ده هيبقى غني بالنشويات والبروتين. طبق جامد قوي، هيعجبكم قوي. هرش عليها رشة من البقدونس، وهقلبهم كده مع بعض. كده خلصنا البطاطس. كده اول طبق في السحور، الريحة بتاعته جامدة قوي. هنعمل طبق الفول، وطبعا الفول من الاكلات اللي البروتين بتاعها عالي. طبعا طبق الفول دوت في السحور بيدينا شعور بالشبع طول اليوم، وطبعا طبق اساسي في السحور. هحط شوية من الزيت كده، ورشة من الليمون، ممكن احط زيت زيتون، رشة من الملح، رشة من الكزبرة الناشفة، رشة من الكمون، رشة من الفلفل الاسود، رشة شطة، وهقلب بقى كده مع بعض. طبعا ممكن استخدم طحينة، ممكن احط عليه رشة من الطحينة. هقطع طماطم مكعبات، وخيار، وهقطع بقدونس. طبعا الحاجات دي مع طبق الفول بتديه طعم حلو قوي. هحط حبة كده على طبق الفول. هعمل طبق خيار كده وطماطم وفلفل رومي. الخيار طبعا غني بالالياف، بيدينا شعور بالاحساس بالشبع، وطبعا فيه نسبة مية عالية جدا، يعني بيبقى حلو قوي في الصيام. ممكن استخدم الخس البلدي بيبقى جميل قوي برضو. وهقطع طماطم، طبعا كل الحاجات دي بتفتح النفس، وفلفل رومي. معانا قطعة من الجبنة القريش، هحط لها رشة من الشطة كده، ورشة من الفلفل الاسود. طبعا في ناس بتحط عليها زيت وخلاص، بس لازم اتبلها ولازم اخلي لها طعم عشان تفتح النفس. شكلها حتى لما اتبلها واحط لها حبة زيت كده على الوش،
ممكن زيت زيتون، زيت ذرة، زي ما تحبوا. وهقطعها مكعبات. ممكن احط عليها شوية بقدونس وخلاص. على كده انا هحط لها طماطم وخيار وبقدونس. الطعم بتاعها بيبقى حلو قوي. وهعمل طبق من مربى الفراولة. كده جهزنا السحور مع القرص الطرية ومع الزبادي. سحور جامد قوي. انا عايزاكم تجربوه. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وابعتوا دعوة لاصحابكم وحبايبكم عشان يشرفوني في القناة. وكل سنة وانتم طيبين، صوما مقبولا وافطارا شهيا. جامد قوي. باي باي.